طيب نعمل الكلام ده ازاي يا محمد لو احنا مثلا بنصور بفيديو بس مش عايزين نتعب في المونتاج قوي؟ بص يا باشا، ممكن ممكن وانت قاعد مثلا كده اهو تتكلم معايا عادي، الاقيك فجأة بعدت، والاقيك فجأة جيت لي يمين، والاقيك فجأة جيت لي شمال. اقول لك على حاجة، الاقيك فجأة طلعت من الكادر خالص. انا ما عنديش مشكلة كمحمد علاء. النهارده ان شاء الله هنتكلم على حوار قلة المشاهدات في فيديوهات الريلز. انت بتعمل فيديوهات ريلز وبتتعب فيها وبتشقى فيها عشان تطلع 30 ثانية او دقيقة، بس المشكلة يوتيوب بيجيب لك 1000 مشاهدة، 2000 مشاهدة، او لو انت رافع الفيديو ده على التيك توك تلاقي برضو نفس المشاهدات. ده انت ان جبت ال1000 حتى، يا اما برضو لو كان في الفيسبوك برضو بتلاقي نفس القصة. المشكلة فين؟ هل المشكلة في المنصة ولا المشكلة فيك انت كمنشئ محتوى؟ بنسبة 90 ل 95% بتبقى المشكلة من منشئ المحتوى مش من المنصة. وهقول لك دلوقتي الدليل. لو جينا دلوقتي للاخ اللي اسمه عبد الله محمد شحاتة معلومات دين، بيقول لك ايه؟ فيديوهات الشورتس مش بتجيب عندي اكتر من 2000 مشترك، هو قصده مشاهدة يعني، تمام، وبس. انا الايام اللي فاتت كنت بجيب 100 مشاهده، بس سبت فجاه بقيت بجيب 2500. بعدين مش راضيه تجيب اكتر من 2000، بتجيب 800 وساعات 1000 ساعات 500، في الحدود دي. وعلى فكره انت اكتر واحد بحبك، ربنا يخليك يا حبيبي، ومعلوماتك قيمه قوي، وانا خشيت على قناتك وبسمع فيها كل فيديوهاتك. ربنا يخليك يا حبيبي، ده من شرف ليا والله. شكرا يا عبد الله، وانا شرف ليا والله، انا اللي بحبك اكتر يعني. واي واحد يا جماعه بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي ومتابع المعلومات اللي بنزلها وبيدعمني باللايك وبالسبسكرايب والكلام ده، انت جزمتك على دماغي من فوق. انا اللي بحبك والله، مش انت اللي بتحبني، انا اللي بموت فيك والله. لان عايز افهمكم، قناتنا بامر الله هتكبر بيكم انتم مش بيا انا، هي بعد فضل الله سبحانه وتعالى بيكم انتوا اللي هتكبروها. نجاوب بقى على سؤال الرد. بص يا عبد الله، او بصوا يا جماعه كلكم، فيديوهات الريلز عشان بس في البدايه اوريك الدليل، تعالى موريك كده في قناتي الاساسيه. بالمناسبة عشان تبقى انت فاهم، القناة اللي انا فتحتها قدام حضرتك دي دلوقتي، دي قناة مختصة بفيديوهات الريلز بنسبة 80% ل 90% كمان. وعشان اوريك بالدليل، لو رحنا دلوقتي سوري للاحصائيات، ودخلنا على كلمة المحتوى وقلت له منذ الانشاء، بص هيجيب لي ايه. لو جينا دلوقتي هنا ودوسنا على كلمة الكل، بص كم فيديو قصير تم رفعه؟ 1200 فيديو قصير، 1200 فيديو قصير، بينما الفيديوهات العادية 460. يبقى هي يعتبر 3 اضعافها. تمام. الفيديوهات القصيره جابت لي 17 مليون مشاهده، في الفيديوهات العاديه انا جايب 172 الف لان مش بهتم بيها اصلا، فاهم؟ فجايب 17 مليون مشاهده في الفيديوهات القصيره ونص. يعني انتوا مش عارفين تجيبوا النص ده، بقى انا هقول لكم ايه اللي بعمله بعد فضل الله. تعالى دلوقتي نفتح القناه بتاعتنا، يعني القناه بتاعتي دي اللي هي القناه الاساسيه اللي بقول لك عليها. زي ما انت ما شايف القناه قدام حضرتك اهي، هنخش على كلمه فيديوهات قصيره. اول حاجه، فيديوهات القصيره عشان تبقى انت فاهم ببساطه شديده، هي مش بتنجح كده وخلاص. ممكن في بعض الاحيان ترفع فيديو، انا معاك ان هو ممكن يضرب كده بالكوسه من عند ربنا، تلاقيه كده جاب 200 300 400 الف مشاهده من غير ما تعرف ازاي. بس اللي انت ما تعرفوش ان في قواعد بنعملها ببساطه شديده بتخلي بعد فضل الله سبحانه وتعالى فيديوهات الريلز بتاعتنا تضرب للسما. طيب القواعد دي بامر الله، انا اعرف ناس بيبيعوها في كورسات ب 40 دولار وب 50 دولار. انا هقولها لك ببلاش، وانا مش ببيع كورسات ولا ببيع حاجه. كل اللي بقوله ان بس طالب منك انك تشترك وتعمل لايك ودعوه حلوه، بس مش اكتر ولا اقل. اول حاجه ببساطه شديده، في بدايه الريلز في حاجه اسمها هوك. الهوك ده بيكون اول 15 ثانيه في الريلز. في ناس بيقول لك اول 5 ثواني، من وجهه نظري لا، هو اول 15 ثانيه. يعني ايه كلمه هوك؟ يعني ببساطه شديده ما تبتديش الفيديو بتاعك بانك تسلم على الناس. يعني حته ان انت تبتدي الفيديو تقول السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه يا جماعه النهارده ان شاء الله، لا حضرتك ده مش فيديو كبير، ده فيديو قصير. لازم تخش في الموضوع دايركت، خش فيه، ومش تخش في الموضوع على طول، لا مش كده. لازم تقول جملة تشدني. يعني ايه برضو الكلام ده؟ ركز معايا. احنا مثلا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ مثلا بنتكلم على فوائد عسل النحل. ممكن في البداية وما قايل ايه؟ تعرف ان انت يعني هبدأ بقى بداية غلط. بص يا مالك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله سوف نتحدث على، عارف عقبال ما قلت الكلمة دي كان زمان اللي قلبك في وسط 40 فيديو، يعني 40 فيديو عدى. طيب امال اعمل ايه؟ في البدايه تقوم قايل ايه؟ بقول لك ايه، تعرف ان عسل النحل فيه 5 فوائد، الفايده الثالثه انا متاكد ان انت ما تعرفهاش، ولو انت مش عارف الفايده الرابعه ممكن تنقذ حياتك في يوم من الايام. يا نهار ابيض، شوف الفرق بين المقدمه الاولى والمقدمه الثانيه. انت شايف المقدمه الثانيه عامله ازاي؟ شايف المقدمه الثانيه؟ عارف بعد كده قول سلام عليكم، سلم بقى وابتدي تفكروا بالصلاه على النبي وانك تسلم عليه. بس
دي المعضله او الفكره اللي انتوا مش قادرين تتكلموا فيها. تمام، دي اول نقطه. بس انا بس اخد لي بق قهوه. تمام. تاني نقطه بقى ايه؟ ركز معايا. لو جينا دلوقتي في الفيديو اللي قدام حضرتك ده، ركز معايا فيه. اكيد انا وانت والناس كلها عارفين كوكب زحل، وعارفين ان كوكب زحل مشهور بحلقاته بشكله الاكتر. بس خلينا افاجئك عزيزي المتابع ان الحلقات بتاعت كوكب زحل اللي ما هي الا عباره عن نيازك وحجاره. وخلينا افاجئك اكتر اقول لك ان كوكب زحل كوكب قياسي، يعني الكوكب ده ما فيهوش ارض صلبه، يعني من الاخر اللي بيخش جواه بيفضل يغطس جواه لانه من الاخر كوكب الغذاء. وخليني افاجئك واقول لك ان كوكب زحل كثافته اقل من كثافه الارض، يعني انت لو قدرت تلاقي محيط يقدر يشيل كوكب زي زحل، كوكب زحل. طيب، ايه اللي انت لاحظته؟ هل لاحظت حاجه؟ هل لاحظت حاجه في الفيديو ده؟ قول لي انت لاحظت ايه؟ عايزك توقف الفيديو وتكتب تحت في الكومنتات قبل ما اقول اي كلمه. انت المفروض دلوقتي وقفت الفيديو وكتبت تحت اللي انت لاحظته. في قاعده اسمها قاعده الخمس ثواني. قاعده الخمس ثواني دي اولا بنستخدمها في الريلز فقط. قاعده الخمس ثواني هي ببساطه شديده اسمها اني بجدد المشهد كل 5 ثواني عشان عين المشاهد ما تملش، عشان المشاهد ما يزهقش مني، فبغير المشهد كل 5 ثواني. يعني ركز معايا كده. انا في بدايه الفيديو ابتديت بصوره الكوكب ده، بعدها ب5 ثواني يمكن اقل قمت جبت الفيديو ده، بعدها ب5 ثواني يمكن اقل قمت طلعت انا في الكادر، بعدها ب5 ثواني يمكن اقل كمان قمت ظهرت في كادر جديد، بعدها ب5 ثواني قمت جيت في كادر جديد تاني، وبعدها ب5 ثواني كمان قمت طلعت في كادر جديد خالص، بعدها بكمان يمكن ب5 ثواني كبرت في الكادر، بعدها ب5 ثواني قمت ظهرت في الكادر مختلف ولونت نفسي، وبعدها ب5 ثواني غيرت اللون وزدت هنا شويه، وبعدها بثانيه بالظبط، ثانيه يمكن اقل كمان، جبت كمان البي رول ده او الفيديو ده. بصوا فين وفين وفين فين اهو. القاعده اللي انا بعملها دي اسمها تجديد المشاهد او قاعده ال5 ثواني. بجدد المشهد كل 5 ثواني، ما افضلش ثابت قدام الكاميرا. طيب نعمل الكلام ده ازاي يا محمد لو احنا مثلا بنصور بفيديو بس مش عايزين نتعب في المونتاج قوي؟ بص يا باشا، ممكن ما ممكن وانت قاعد مثلا كده اهو تتكلم معايا عادي، الاقيك فجاه بعدت، والاقيك فجاه جيت ليمين، والاقيك فجاه جيت لشمال. اقول لك على حاجه، الاقيك فجاه طلعت من الكادر خالص. انا ما عنديش مشكله كمحمد علاء، عايز تطلع من الكادر خالص براحه راحتك. ليه؟ احنا بنجدد المشاهد يا قمر. تمام. تجديد المشاهد اولا بيعمل حاجه في غايه الاهميه، بجانب النصيحه اللي قلتها في البدايه. الاتنين مع بعض بيعملوا حاجه في غايه الاهميه. عارف ايه هي الحاجه دي؟ ان بقعد المشاهد فتره كبيره في الفيديو بتاعي. طيب هنفرض جدلا ان المشاهد قعد حبه حلوين في الفيديو بتاعك، ايه اللي بيحصل؟ ايه المقابل اللي انت هتاخده؟ هتاخد حاجه حلوه؟ اه طبعا هتاخد حاجه حلوه. عارف الحاجه الحلوه اللي هتاخدها؟ ان المنصه هتقترح الفيديو بتاعك اكتر. ليه؟ لان المنصه من مصلحتها، وقلتها في اكتر من 40 50 فيديو، ان ببساطه شديده الفيديو بتاعك يكون المشاهد قاعد فيه اكبر فتره ممكنه. كل ما المشاهد قاعد في الفيديو بتاعك ببساطه شديده المنصه هتقترح على ناس اكتر، لان من مصلحه اي منصه في الدنيا ان اي مشاهد في الدنيا يطول في الفيديو بتاعك. انت فاهم الفكره وما فيها؟ عشان في بعض الاخوه يقول لك ايه، محمد علاء هو انا ما بجيبش مشاهدات ليه؟ بخش على الفيديو بتاعه، اول حاجه في الكارثتين اللي بعد كده، يعني بس بتكلم في دول. بالاقيه بادئ المقدمه غلط، بالاقيه مش مستخدم قاعده ال5 ثواني، بالاقيه الكارثه اللي بعد كده معهوش مايك. وقلتها في مليون ايه، مليار فيديو، تريليون فيديو، 10 تريليون فيديو. ما تبتديش ما تبتديش على اليوتيوب لو انت معكش مايك. طب محمد يا علاء، في سؤالين هنا، اتفضل. نشتري مايك ايه؟ ببساطه شديده هات البويا ام 1 بسبب ان هو رخيص، بسبب ان سعره رخيص وبيدي اداء خرافي. وانا شخصيا هشتريه الفتره الجايه وهعمل لكم عليه مراجعه كامله، ولو انتوا عايزين الحلقه دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات. تمام. طب يا محمد يا علاء، اسم المايك اللي انت بتسجل لنا منه ايه؟ المايك اللي بسجل منه اسمه ميني 17 برضو من شركه بويا. انا اي مايكات ما بجيبهاش بره بويا عشان تبقوا فاهمين. تمام. المايك ده عيبه بس انه غالي حبتين، لو انت لسه بتبتدي هيبقى غالي عليك شويه، يعني هو بيلعب تقريبا في رينج ال 2000 جنيه او 100 او 1700 جنيه، فبيلعب من في رينج ال 35 ل 40 دولار. بينما مايك الامبويا ام 1 تقريبا في رينج 400 ل 500، مش هيعدي الرينج ده. يعني لو انت بره مصر تقريبا من 8 ل 10 دولار.
تمام، طبعا سعر كويس لواحد لسه بيبتدي. لو انت معكش مايك ما تبتديش، انا بقولها لك اهو. تمام. وبرده لو انت عايز تشتري مايك البويا الاصلي وما تشتريش المغشوش، اتفرج على الحلقه اللي ظهرت دي بعد ما تخلص الفيديو ده. تمام، الحلقه دي مهمه جدا جدا جدا، وكلمتك فيها على ازاي تشتري المايك ببساطه شديده ما يكونش مغشوش، ويكون المايك الاصلي من شركه بويا، لان اكتر مايك بيتضرب في السوق كله هو مايك البويا ام 1. كمان في حاجه تانية برضو، اتفرج على الفيديو اللي ظهر قدامك ده، في افضل مايكات انا استخدمتها. فبرضو انت عشان يبقى معاك كذا اوبشن، يعني مش محجمك في مايكين بس. تمام. دي كانت النصايح اللي انا من وجهة نظري لو انت غيرتها انا متأكد انت هتلاقي نسبة في المشاهدات غير طبيعية. بس يا شباب، سلام عليكم، باي باي، وصلوا على حبيبكم النبي، سلام عليكم.